رغم إعاقته الشديدة أصر على العمل ورفض العديد من المساعدات والمعونات المالية من مختلف المؤسسات والأفراد. سفيان الحلاحلي، قصة تصميم ونجاح. سفيان شاب في العقد الثالث من العمر، لم تجعله إعاقته النطقية والحركية في أطرافه الأربع يستسلم، وقرر أن يركب زورق الإرادة والتصميم ليرسو في ميناء تحقيق الذات. يعمل حاليا بوظيفة التشطيب والتغليف في أحد مصانع الألبسة في مدينة التجمعات الصناعية في سحاب، والتي يعتبرها أولى الخطوات في مشواره العملي. أنا لقيت فرصة عمل واشتغلت هون، وحابة أستمر بشغلي. شغلي مريح ومرتاح بشغلي، وقدمت لشغل كثير. كانت صعوبة بالمواصلات. حاب إنه يتزوج ويفتح بيت ويصير عنده أسرة وأولاد. لم تثنه إعاقته عن مواصلة حياته بشكل طبيعي، بل كانت الدافعة لتحقيق حلمه، فتميز في عمله وتجاوز أداؤه توقعات رؤسائه، وأثار إعجابهم بالتزامه وعلاقته المميزة مع زملائه. سفيان كثير كويس، ملتزم بدوامه، يحب عمله كثير، كثير تعامله كويس، نفهم عليه كويس، مريحنا كثير، يشتغل زيه وأداؤه كثير كويس زيه زي أياته عامل ثاني. ابتسم سفيان للحياة فابتسمت له، وأثبت للجميع أن وضعه الصحي منحه دافعا لتحقيق هدفه بالعمل، فاستطاع أن يسطر قصة من التصميم والنجاح ليكون ملهما للآخرين ومثالا يحتذى به. الإرادة تتحدى الصعاب، فلا مستحيل أمام تحقيق الطموح وبناء المستقبل. إيناس الكايد، التلفزيون الأردني.